أعلن النادي الأهلي عن دخول مفاوضات جادة مع المدرب البرتغالي أبيل فيريرا، المدير الفني الحالي لنادي بالميراس البرازيلي، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفاً للمدرب الإسباني بروفوسي ريبيرو، الذي تمت إقالته من تدريب الفريق مؤخراً بعد نهاية موسم شاق. وتأتي هذه المفاوضات في وقت حساس، حيث يسعى الأهلي لاستعادة بريقه المحلي والأفريقي، خصوصاً بعد تراجع مستوى الفريق في بعض الفترات الأخيرة من الموسم المنصرم. وتبحث إدارة النادي عن مدرب ذو شخصية قوية وذو خبرة في التعامل مع الضغوطات الجماهيرية الكبيرة، التي يعتبر الأهلي واحداً من أكثر الأندية في العالم التي تواجهها. في تصريحات خاصة، أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن المفاوضات مع أبيل فيريرا تسير في الطريق الصحيح، وأن هناك تقارباً كبيراً بين الطرفين، خصوصاً بعد اجتماع بين ممثلين عن النادي والأطراف المعنية بوكيل المدرب البرتغالي. وقال المصدر: هناك رغبة كبيرة من الأهلي في التعاقد مع فيريرا، نظراً لما حققه مع بالميراس من إنجازات، بالإضافة إلى أسلوبه الفني الذي يتناسب مع طموحات الفريق. وفي تصريح خاص لوسائل الإعلام، عبر المدرب أبيل فيريرا عن فخره بتلقي عرض من النادي الأهلي، مشيراً إلى أن هذا العرض يعد بمثابة تحدي جديد في مسيرته التدريبية. وأضاف فيريرا: الأهلي ناد عظيم، وجماهيره من أفضل الجماهير في العالم، تاريخه مليء بالإنجازات والتحديات التي تجعل أي مدرب يرغب في العمل تحت ضغطه. وتابع قائلاً: أنا أتابع الفريق منذ سنوات، وأعرف جيداً كيف أن الأهلي دائماً ما يكون في قمة المنافسة على البطولات. ويبدو أن فيريرا يولي اهتماماً خاصاً لتطوير أسلوب اللعب في الأهلي، حيث أشار إلى أنه يهدف إلى بناء فريق قوي قادر على التنافس على كل الجبهات، محلياً وأفريقياً. وقال فيريرا: سأكون سعيداً للعمل مع اللاعبين المميزين في الأهلي وتحقيق المزيد من البطولات، خاصة دوري أبطال أفريقيا الذي يعتبر حلم كل مدرب. من المتوقع أن تنتهي المفاوضات الرسمية في الأيام المقبلة، حيث يتوقع أن يعلن عن التعاقد الرسمي مع فيريرا خلال الأسبوع القادم. كما سيعمل النادي الأهلي على وضع الخطط اللازمة لتحضير الفريق للموسم المقبل، في إطار سعيه للمنافسة على الألقاب المحلية والإفريقية.